تعالوا نشوف الفيديو ده كده. مش هبيع كاوتشات، انا هشتغل على بطرمان ده كل يوم املاها بقى 200 جنيه 300 جنيه وهي الدنيا ماشيه. بص الشباب الحماس قاتلهم، يلا بينا. اول واحد خسر اهو يا مسهل. اي حد شاف نفسه يعرف يوقفها يجي لي، انا مستنيه. خد بحظك من السما هتقف كده، هيقف. ما وقفش ما وقفش. اللي هيوقف الجنيه هيكسب اي حاجه ياخدها من المكان. نجرب يا باشا. عايزين فضه. طيب ما وقفش. هات الفضه وتعالى. لا هات بس الفضه وتعالى. بسم الله. يلا نقول لكم اهم حاجه تصلي على النبي. اللي عايز يحط 1000 جنيه يحط. مبدئيا كده انا عايزك تصلي على النبي في الكومنتات واسمع الفيديو ده كويس قوي، لان مفيش حد هيقولك اللي انا هقوله لك. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من القمار، واللعبه دي قمار، فاي حد بيلعب اللعبه دي فحرام وهيخش النار. لو انت ما كنتش عارف عادي خلاص، انت مفيش حرج عليك وعادي جدا، ولكن لو انت عارف وبتلعبها او ما كنتش عارف وعرفت من الفيديو ده ورحت لعبتها، فقسما بالله العظيم لعبه زي دي هتدخلك النار. تعالى بقى اقول لك هي ليه قمار. مبدئيا كده انت لما بتحط الجنيه على التفاحه وبتقع فخلاص ده ما بقاش بتاعك، والشخص صاحب اللعبه خده. ولو انت حطيت الجنيه ووقف حاجه من الاتنين، يا اما هتاخد الفلوس اللي موجوده يا اما هيديك حاجه من المحل بتاع الملابس بتاعه. فخلينا متفقين كده، اي حاجه فيها مراهنات فدي حرام وبتتسمى قمار. مش انا اللي بقول كده، ده سيدنا النبي هو اللي بيقول كده. فاللعبه دي حرام، بلاش حد يلعبها، لان قسما بالله لعب القمار هيجيب لك الفقر طول حياتك. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. سلام.